بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. رمضان مدرسة وفرصة وشهر الاستثمار في الباقيات الصالحات. من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان فيه خيرات كثيرة سوف نسمعها ونعيشها إن شاء الله تعالى خلال هذا الشهر الفضيل الذي سيأتي بعد أيام قليلة. نسأل الله أن يبلغنا يا رب، نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا لحسن استثمار أيامه ولياليه. حقيقة نبينا صلى الله عليه وسلم أولا كما قلت من أخي محمد صالح، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام مستجاب، دعاؤه مستجاب، فإذا أخبر فخبره صدق، وإذا دعا فدعاؤه مستجاب. وكأن هذا الحديث ينبه الغافلين، ينبههم إلى أن هذا الشهر شهر فضيل، شهر الاستثمار في الباقيات الصالحات، في الطاعات، في الأعمال الصالحة، فيتخذه المسلم سلما للارتقاء إلى رب العزة سبحانه وتعالى، ويتخذه أيضا فرصة للتغيير. في الحقيقة العبادات كلها تساعدنا على تغيير ما بأنفسنا، كما قال أخي محمد قبل حين وهو يقرأ قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم في سورة الرعد. لذلك فالعبادات كلها من مقاصدها أنها تساعد الإنسان على أن يتغير من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن. ورمضان بالذات فرصة ذهبية بين قوسين، يجب على المسلم ذكر كان أو أنثى أن يحسن استثمار هذا الشهر. فإذا ضاع منه هذه الفرصة نسميها فرص ضائعة، فرص ضائعة. كم من فرص ضاعت على الإنسان، فيجب أن يكون حريصا ألا يضيع هذه الفرصة العظيمة، فرصة شهر رمضان المعظم، يستثمرها في تجديد التوبة. من لم يتب فعليه التوبة، وتأجيل التوبة إثم يحتاج إلى توبة. ومن كان تائبا يجدد توبته، ومن كان تائبا أيضا يكثر من الطاعات، يقوم الليالي ويصوم النهار، بالنهار صائم وبالليل قائم. والأحاديث الكثيرة التي نحصيها عددا لتبين فضل القيام، قيام الليل، وفضل الدعاء، وفضل الذكر، وفضل الصيام، خاصة في هذه الأيام. يعني في الحقيقة شهر في حرارة، وكلما كان يكون الأجر بقدر الصبر، بقدر ذاك التحمل وتثبيت النية وإبرام النية لله سبحانه وتعالى. أما الذي يفرط ويضيع هذه الفرصة يستحق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يحسن استثمار هذه الأيام وهذه الليالي في تلاوة القرآن، وفي قيام الليل، وفي صيام أيام رمضان، وفي ترصد وحسن استثمار الأوقات الشريفة للدعاء والتواصل مع رب العزة سبحانه وتعالى. برأيكم فضيلة الدكتور، ما هي حوافز التغيير في هذا الشهر الكريم التي يمكن أن يستعين بها المسلم ليجعلها انطلاقة جادة للعمل الصالح؟ في الحقيقة من حوافز التغيير نقرأ وعود الله عز وجل ووعود النبي صلى الله عليه وسلم. الآية سمعنا قبل حين أخي محمد ذكرنا بها: لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن التقوى رأس الأمر كله. هذا المقام الشريف، هذا المقام الرفيع، من الطرق التي توصلنا إلى بلوغ هذا المقام صيام شهر رمضان. وكذلك الأجر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، منها ما ذكرت قبل حين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رقم 3 أيضا يستثمر الأيام كلها والليالي كلها، خاصة العشر الأواخر. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، أي ليلة القدر اللي قال فيها رب العزة سبحانه وتعالى: خير من 1000 شهر. التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وقد أخفاها رب العزة وأخفاها المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا من إخفاء الله عز وجل. نعم، لا يعلمها أحد، باش الإنسان يجتهد ويكثر من اجتهاد. وإذا كان وافق يعني تلك الليلة يسعد مرزقيس يسعد. إذا هذه كلها محفزات. ثم نرى أيضا في سير الصالحين والعارفين بالله عز وجل الذين أحسنوا استثمار هذه الأيام وهذه الليالي، فنكون كما كانوا ونحقق ما حققوا. إذا مبشرات كثيرة ودوافع كثيرة تساعدنا على تحقيق هذا التغيير.